يا شباب حياكم الله. كان يا مكان كان في بطولة اسمها كأس العالم للأندية. البطولة دي كانت مهمشة ما بتعملهاش حساب من ناحية الإعلام، والناس كانت بتدوخ على قناة بتذاعها. بس عارف ايه السبب؟ عشان البطولة دي بتبقى محسومة من قبل ما تبتدي. دايما بطل أوروبا هو اللي بيكسبها، ودايما ما بيلاقيش أي منافسين ليه. لا إله إلا الله. هو الاهلي بيدي منافسه للبطوله وكل حاجه، بس ده ما يمنعش ان ريال مدريد صعب ولازم نبقى واقعيين. فخلينا نشوف انهي فريق ليه فرصه للتاهل للنهائي، وكاننا ما نعرفش هو مين. اول حاجه الاهلي نادي القرن في افريقيا، وريال مدريد نادي القرن في اوروبا. هتقول انت عبيط يا اسطى، انت هتجيب لعب قاره اوروبا للعب قاره افريقيا؟ هقول لك ان افريقيا فيها منافسين وفرقه تقيله جدا من وهي قد كده اهو. عندك الزمالك، الاسماعيلي، الترجي، فاركو. يبقى اول نقطه هتتحسب تعادل. بالنسبه لطريقه اللعب، الاهلي لعبه استحواذ وريال مدريد بتلعب على الهجمات المرتده. بس هنا انا مش هقدر اطبل للاهلي الصراحه، عشان في فرق واضح ما بين لعب الاهلي ولعب ريال مدريد زي ما هتشوف دلوقتي. ده غير طبعا تدريبات ريال مدريد المخيفه. يبقى ريال مدريد يتفوق في طريقه اللعب. بالنسبه بقى للاعيبه الفرقتين، نبدا بالشناوي قدام تيبو كورتوا. بتقول ايه يا عماد؟ كورتوا اتصاب؟ يبقى كده الشناوي يكسب المقارنه بعيدا عن هجمات الريال الشديده. الابيض ادخل له والكوره فينيسيوس طايحه. الله 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 الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بالنسبه لعبد المنعم قدام ميليتاو، ايه هو كمان اتصاب؟ خلاص يبقى عبد المنعم يكسب المقارنه. بالنسبه بقى لمعلول قدام مندي، متصاب برضو؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص يا جماعه معلول يكسب المقارنه. بالنسبه بقى لمحمد هاني قدام اسكت، الحنك دي ما يتكلمش. للاسف فاسكس كمان متصاب. يا ترى مين اللي قرع الفرقه دي يا جدعان؟ يا ابن المحظوظه يا فوزي، ده زمانه هايص. يبقى كده الاهلي متفوق في خط الدفاع. بالنسبه بقى لخط النص بتاع الاهلي الله اكبر معاه خط نص يسد قدام اتخن فرقه. يعني لا تقول لي مودريتش ولا فالفيردي هيأثر معاه، ده كفايه مجدي قفشه. يبقى كده خط النص مسطره. نيجي بقى للهجوم. هتقول لي ده هجوم ريال مدريد تقيل. هقول لك ولا تقيل ولا حاجه، ده اكبر دليل ان ريال مدريد هجومها وحش ان برشلونه متصدر الدوري. فيجي واحد يقول لي يا عم ده كفايه فينيسيوس هيبهدلنا. هقول لك لا هيبهدلنا ولا حاجه، عشان احنا معانا عبد القادر. كل الحكايه انهم بيتحنكشوا في الملعب، بس ده بيتحنكش برازيلي وده بيتحنكش مصري. فانا شايف ان الحنكشه المصريه تكسب. اخر حاجه المدربين، كولر مع الاهلي ما خسرش ولا ماتش لحد دلوقتي، الله اكبر عليه. لكن انشيلوتي عمال يخسر وينقط في الدوري وبياكل لبان كتير قوي. فانا شايف لو جماهير المغرب ثبتته وخدت منه اللبان ده مش هيركز في الماتش. وبالمناسبه الاهلي ليه افضليه بسبب جماهير المغرب اللي هتشجعنا، ربنا يخليهم لمصر. فبعد الاحصائيه اللي احنا عملناها دي، نلاقي ان الاهلي متفوق في خط الدفاع وخط النص والهجوم والمدير الفني والجماهير. فعايزك وانت بتتفرج تبقى مطمن ان الماتش ده اقل حاجه هيخلص 3-0 مستريح لريال مدريد. سلام يا رجاله.